حباب ستارين كواشف اللي تعرد، حباب اخوان المنتقين ما تقند، حبابكم يا صفاتكم لسبع تعلد، يمين ترحاباتي منكم ما ملت، مشاهدين ومتابعين برنامج رنة وتر اينما حل بيكن المكان والزمان، داخل او خارج ربوع الوطن الحبيب. رمضان كريم، تصوموا وتفطروا على خير، ينعاد علينا وعليكم باليمن والبركات ان شاء الله. دائما انتم كده تامين لامين لا فاقدين ولا موجودين. حبابكم في برنامج رنة وتر، حباب نسيبه. حبابك عبد الله وحباب مشاهدين العزاز بالسيادة، وحبابي اللي في درب الوفا ليهم ريادة، حباب تاج الشرف وزينة الكلمة عادة، حبابكم مليارات وتاني تزيد زيادة. مشاهدينا الأعزاء على امتداد ربوع الوطن الحبيب، رمضان كريم، تصوموا وتفطروا على خير، وإن شاء الله دايما تامين ولامين لا فاقدين ولا مفقودين، ينعاد علينا وعليكم باليمن والبركات. سعيدة والله العظيم كامل السعادة إنه أطيل في حلقة جديدة وحضرة ناس متميزة وناس مبدعة، وكمان حنتكلم عن الدراما وتأثيرها، ونرحب بضيوفنا داخل الاستديو. ارحب للمره الثانيه في الاستديو معاي استاذه ساره حمدون، حبابك منورانا جدا والله. مرحب حبابكم رنة وتر، حبابك نسيبة، حبابك عبد الله. سعيدة جدا انه اكون معاكم للمرة الثانية، ورمضان كريم وكل سنة وانتم طيبين. تسلم يا رب. وانت طيبه ونحن كمان والله سعيدين بك جدا ايضا. كمان يا نسيبه خلينا نرحب بفنان يمكن يكون فنان لحن مختلف، صوت فريد، كلمات جميله، الصادق الحيله حبابك. مرحب بك ومرحب بالمشاهدين الكرام، ونتشرف بلمتنا معاكم إن شاء الله في برنامج رنة وتر، ورمضان كريم وكل سنة تصوموا وتفطروا على خير. وانت كمان بخير ونحن الليله سعيدين. يمكن تكون يا نسيبه يعني دي حلقه فريده وحلقه جديده لكل زول بيشاهدها، تاني حيعيدها. يمكن يكون الليله معانا نجمه يعني متالقه في سماء الابداع، نجمه لها اعمال دراميه كبيره جدا. وانا يمكن يكون للامانه يا استاذه ساره يعني انا من اكثر المعجبين بك ومن يا اكثر الناس سلام يا. المشاهدين لك، يعني اي عرض بيكون مسرحي وانا بيكون كذلك والله. في اي مكان انا بمشي طوالي بحضر وبستمتع للشغل بتاعي جدا يعني. يا سلام. والله يا عبد الله ساره دي من الناس المتميزه جدا في الدراما، لقت دور كبير جدا، وكانت يعني حقيقه يعني ما قدامها، يعني عندها تاثير ايجابي ووضعت بصمتها في ارض الواقع وارض المسرح كمان. بس عايزه استفسر يا استاذه ساره، انت هل الدراما حاليا في الحرب هل كان عندها لك تاثير بالنسبه للدراما او شغلك الدرامي؟ الحرب اكيد اثرت علي، يعني اثرت علي في حاجات كثيرة، لكن المحمدة اللي فيها يعني انه احنا قدرنا اشتغلنا موضوعات حقيقية. يعني زمان مثلا لما اشتغل مسرحية في موضوعات حقت حرب بكون بشغل خيالي، بقعد أيوة. اتخيل، بقعد احس انه انا حاسه الدور ده. لكن هسه احنا عشنا الحاجه، سمعنا صوت الرصاص، ايوه سمعنا الدانات، شفنا رعب حقيقي. يعني انا كثير قاعد اقول لهم لغايه بعد الحرب دي ما تنتهي، احنا لو قلنا نصور من هنا لحد يوم القيامه ما اظن حنقيف من الدراما، من المعاناه ومن المشكلات ومن الحاجات الحقيقيه. يعني الزول بقى لو سمع صوت الباب عمل الراس كده بيعمل كده يعني بتحس انه في حاجه كده، في خوف في خوف. الحياه بقت حقيقيه شديد، لان انت يعني جد بقيت جوا الموضوع. يا سلام. فان شاء الله ربنا ينهي الحرب ونكون عايشين في امن وامان وبسلام وكذا كلنا يا رب العالمين. نتمنى ذلك يا ساره. والله يا ساره يمكن يكون انا يعني كل اعمالك شاهدتها، عيال مغتربين، مسرحيه بتاعت مهمه، مسلسل بتاع مهمه 56، لكن في عمل اخير اللي هو قبل الحرب ده في رمضان دي كان مع جلواك اللي هو ملف سري. كان عندك المشهد اللي في مع عيوني كده ما عارف فيه شنو الشعر، يعني انت عارف انا مشاهد حسيت انه الحاجه دي ما تمثيل، انه دي شيء حقيقي. فكيف الدور ده انك يعني قدرتي تجسدتيه وكده؟ المسلسل بتاع سر للغايه هو كتبه جلواك واخرجه موسى عبد القادر، اليوم التحيه. المسلسل اللي صورناه واحنا في اجواء غريبه، يعني كان بنصور بالليل، بنصور من الشمس ما تغيب لحد الشمس ما تشرق. كنا عايشين جو بتاع يعني لانه طبيعه المسلسل ذاتها كان بيتكلم عن عالم ما حقيقي اللي هو من عالم اخر، يعني اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، عالم ثاني. فكانت الشخصيه كانت مرهقه ومتعبه شديد. في بذكر كان من المشاهد اللي ما بنساها، انا كنت قاعده وبذاكر في النص بتاعي، فقامت جاتني ريل دي هي خبيثه المكياج، فقامت قالت لي ساره عندك مشهد بعد المشهد الشغال ده، فاحنا بنشتغل تصوير فوق في الطابق الثاني وانا قاعده تحت في الطابق الاول. فلما قامت قالت لي عندك مشهد بعد المشهد اللي لسه شغال ده، وانا مدنقره كده
فعايزه اقوم اقول لها كويس تمام، فقمت قلت لها تمام. تمام دي انا جاتني حسيت انه دي اميره، انا شغاله دور اميره، فقمت انا حسيت انه خفته. فلما حسيت بانه انا خفته وريل انا رديت لها بطريقه صعبه شويه كده، قمت قلت لها ريل دي ما انا، دي اميره. يا سلام. يعني ده الدور، فانا رديت لها بدور اميره ما بساره. فكانت يعني بتلقى روحك انت دخلت في الشخصيه، مرقت من الشخصيه، دخلت في جو، كانت حاجه يعني. انا بعد ما خلصت المسلسل ده مشيت الدكتور، فقلت لدكتور حسن بيتذكر، قلت له انا اشتغلت على مسلسل وتعبت شديد جد، يعني بقيت انا بنفعل في اقل حاجه، بكون متضايقه في اقل حاجه، في الحقيقه دي مرهقه شديد. قال لي ساره ما في داعي تتوتري، دور مثلتي وانتهيتي ده خلاص. اللي بيدل على انك انت احساسك، يعني احساسك كان قوي في اللحظه. بعد المسلسل ده بقيت بتعامل يا اخي دور انتهى حده انتهى يا جماعه، يعني ما ممكن تشيلي معاك. هنا الدور ده بقيت حاسس معك ما داير يطلع من الشخصيه بتاعتك. حتى كانت يعني دقيقة. حتى طبيعه المكياج كانت حاجه حاده كده، الشعر كيرلي كده، يعني حاجه مخيفه، كانت حاجه مرعبه انا بجد، يعني كانت بالنسبه لي، لكن استمتعت شديد انه عملت دور حلو، كنت رضيانه عنه، الجمهور كان رضيان عنه، كثير الناس كانوا بيقولوا اميره الشريره، يعني تعليقاتها في السوشيال ميديا كانت بتجيني، فصار اطلع من اميره الشريره، فكنت يعني كده الحمد يا لله. سلام يا اخي. يا نسيبة نمشي نطرب المشاهدين ديل اسمع نستمتع لنا الليله لحن بالفنان بسيط ونرجع. الصادق الحيل حبابك. دايرين يا اخي ننطرب، والمشاهدين ديل يعني في انتظارك تسمعهم شنو من كلمات ونحمله. مرحبا بالسادة المشاهدين. أسمعكم تأتيت وعلمت المشي، كلمات والحان الشاعر الفخامة اللي هو مصطفى حامد إسماعيل الكاهلي، ومن هنا برسل له التحايا وبهدي الأغنيات إلى السادة المشاهدين. تأتيت وعلمت المشي. لساني ده ما بيشتهي، أتيت وعلمت المشي، لساني ده ما بيختشي، جاي ليه بتفتشي، شوفي زول الغشغشي. امشي من اللي جاي خير، امشي من اللي جاي خير. احسن تفارق ذو لساك، ثانية ما بجلس معاك. احسن تفارق ذو لساك، ثانية ما بجلس معاك. بحبك وديت له الهلاك، بحبك وديت له الهلاك، عذبت بين نيران هواك، عذبت بين نيران هواك. الدار ما عندك حنان، طلعت ليلة الجبان.
المشي فاتيت وعلمت المشي لساني ده ما بيختشي جاي ليه بتفتشي شوفي زول الغشغشي جاي ليه بتفتشي شوفي زول الغشغشي جاي ليه بتفتشي شوفي زول الغشغشي الله عليك يا مبدع يا اخي، الله يجعل البركه. لكن والله فعلا تعديت وعلمت المشي يا اخي، ما في كلام، والله احساس جميل واغنيه اروع، انت ذاتك زول متميز يا اخي، وانا بحييك على الابتسامه بتاعتك دي يعني. تسلم تسلم استاذ عبد الله. تسلم. سار ادم حمدون، مرحب بك وحبابك، ونحن سعيدين بك للمره الثانيه في رنة وتر الموسم الثالث. وانا اسعد بكم كثير والله. انا طبعا عندي سؤال والله من قبيل واقف لي في حق دارس ولا أها. انت يعني يا ساره ممكن تشتغل اي دور درامي ولا الا دور انت تحسين انه يعني تحسين من جوا عشان تقدر تشتغلي ولا كيف؟ والله يعني لو تقدم لي ورق حسيت انه النص ده سمح شديد، بيهبش قضيه انا قادره اعمل فيه دور حلو احسه، اشتغل عليه وافكر ابحث كده بشتغله طوالي. لكن مرات يعني في نصوص الزول مسلم ممكن يحس انه الحاجه دي يعني عاديه، ما حاجه رهيبه كده، ما بتقدمك بصوره كويسه، فممكن ما اقدر اشتغلها يعني. في مشهد كده انت اشتغلتيه او مثلا طرحوا لك مشهد يعني سيناريو كان مكتوب نص، حسيتوا انه فيه صعوبه او المشهد ده ما حتقدر تجسديه؟ لا ما حسيت الحاجه دي، لكن بدري شديد يلا كان في دور ممكن انا كنت صغيره او تجربتي ذاتها يعني ما كانت يعني قادره اقول مثلا انا ما اقدر اشتغل الحاجه دي. يعني الكلام ده بدري اول ما تخرجت من الجامعه تقريبا بسنه، فكان في شغل فقاموا ادوني النص، لا جيت اللوكيشن فقاموا قالوا لي جيبي معاكي ملابس شنو كده، وجيت وقلت لهم النص وينو الحوار بقول شنو، قاموا قالوا لي بس عندك في ورقه كده بيجي بيسالوك بيقول لك شفت لنا طيفور، قلت لهم بس ده حوار بيقول كده، قالوا لي قلت لهم كويس تمام. يلا ضربت التليفون لاسار اختي قلت لها اسار معلش انت عيانه مرقده في مستشفى شرق النيل وانا حاجيك اسي، فقمت قلت للناس في اللوكيشن انا اختي عيانه ومثلت عليهم يعني تمثيل. ايوه. وبذكر ابراهيم كوميك الله يديه الصحه العافيه بيقول لي ساره بص نخلص المشهد ده ونوديك المستشفى لاختك، قلت له ما بقدر والله لان هي تعبانه شديد. المهم اصريت بجاي طلعت منهم، ما قدرت اقول له انا ما بقدر اشتغل الدور ده حاجه صغيره شديد، في انه يعني ما في مشكله عند كل ممثل عنده مساحته انه يقدر يشتغل ياتي دور ويقول لا ياتي دور يعني. المهم مشيت منهم من اللوكيشن بعد زمن لقيتهم قاموا قالوا لي ساره انت اليوم ذاك هربتي مننا ابيتي تشتغلي مثلتي. اي فقلت لهم ما كنت قادره انه اقول انا ما بقدر اشتغل يعني زي انت رديتوا لي انه اجي اقول حوار صغير انا ما برضى عليه روحي. فكده لكن بعد ذاك بعد بالتجارب وكده عرفت انه من حقي اقعد اقول انا الدور ده ما دايراه والدور ده انا بحبه والدور ده انا بينفع معي والدور ده ما ينفع معي بالضبط كده. فتعلمت من الحاجه دي. اكتر دور بتحسي نفسك فيه او اكتر شخصيه انت بتقدري تتغمسيها بتحبيها؟ مش انا بحب الشخصيه يعني ما بحب النمطيه. يعني مثلا كثير في ناس بيقول لك مثلا من دون ذكر اسماء لكن يعني في شخصيات نمطيه، في زول بتشهر باسم مثلا فلانه شنو كده ما عارفه، مثلا نفيسه الشمشاره سهل شنو ما عارفه، موسى شنو كده ما عارفه، عصر نفسه في شخصيه معينه كده. انا بحس انه انا ممكن اشتغل شخصيات مختلفه. ايوه يلا طارين يعني مثلا
يعني بنلقى مثلا، يعني ما اقدر احدد مثلا من زملائي، لكن بنلقى مثلا موسى شنو كده ما عارفه، يعني مثلا من الشخصيات، او مثلا نفيسه الشمشاره مثلا. في ممثلين بيحبوا الادوار دي. ايوه النمطيه دي انا بحسها يعني بتغيدني، ايوه فعلا. فبحب اشتغل شخصيات مختلفه. يعني هنا اكون زوله طيوبه، هنا اكون شريره، هنا اكون زوله حنينه، هنا اكون زوله بشتغل شخصيه الزوله الأثرية سلام. مثلا، الزوله يعني بحب الشخصيات المختلفة المتنوعة. ما بحب أكون في قالب واحد. القالب الواحد ده يعني أنا بتخيل لي بيخليك في حتة واحدة، فعلا والله. فالحتة الواحدة دي أنا ما قاعد أحبها. اكيد لازم طبعاً. تتمرد على روحك. حضرت لك برضو فيديو بمناسبة الحرب وكده عن الزواج مع ايمن شولي، والتحية كمان من هنا. البنت اللي كانت بتتمنى انه عايزة فارس احلامها يكون كيف كيف أي عايزاه في يكون عامل النهاية كيف كده. يعني بتتمنى وتحلم، في النهاية جات يعني طلعت أي حاجة كلام. تمنيتها لقيتها عكس. عشان كده نقول للناس برضه يعني حاولوا يتأملوا حياة بسيطة كده سو كان فيديو ظريف شديد والله العظيم. دورك برضه كان فيه يعني يعني اديت الناس دي، الكوميديا فيه كانت لطيفة اديتهم باردة. رسالة توعوية، كان حاجة جميلة والله العظيم. فعلا الدور شكراً. ده يمكن يعني انا ذاتي والله ساقي لي يعني حاجات كثير، وانا كل يوم بعيد وبحضر في الدور ده وبتامل فيه. يعني جسدتي تجسيد ما شاء الله عليه جدا. يمكن يا ساره ما بعد الحرب يعني اي انسان عنده يعني فكره على حسب الرساله بتاعته. اذا كان فنان عنده اغاني جديده ما بعد الحرب، الشاعر كذلك بتكون عنده كتابات، الدرامي يكون عنده اعمال. هل انت يعني مثلا عندك اعمال جديده مثلا تكتبها سيناريو وتمشي تصنفيها في المصنفات وتشوف لك مثلا لو لقيتي شركه انه يقف معاك وتنتج لك، عندك الفكره دي ولا بس بتنتظر يعني مخرج او زول سيناريست يطرح لك مثلا دور ويقول لك يا ساره الدور ده مثلا مناسب اقراه وتعالي اشتغلي معنا فيه؟ قاعد أفكر يعني مثلا واحدة من الحاجات طيل ما احنا قاعدين هنا ايوه بلقى لي مواقف، بقوم بقعد بخزن عندي دفتر بقعد بكتب انه الموقف الفلاني، الموقف الفلاني، المواضيع المختلفة دي. فقاعد احاول انه يعني كده بنفس القدر. يعني انا زوله ممثلة يعني ما كاتبة، لكن في بالي انه حيكون حدي كتاب. إن شاء حقول الله لكم والله. مثلا المواقف دي يا اخي لما تكتبوا مثلا مسلسل او حاجة عندها علاقة بالحرب، في مواقف انا شفتها عايشت، اللي هو عندها علاقة بالتكافل، عندها علاقة بالنفير، عندها علاقة بتعاون الأهل مع بعض، عندها علاقة بالخذلان، عندها علاقة بإنه في ناس كنا متعشمين في ناس حاجات سمحة شديد لكن ما لقيناها، وفي ناس ما كنا متعشمين فيهم خير. يعني في الحرب دي أكيد حيكون في مواضيع كثيرة إحنا شفناها وعايشناها. عندي دفتر صغيروني كده قاعد أكتب فيه، يعني في مواقف كثيرة قاعد تلاقيني قاعد أدونها. ما شاء الله. يلا أنا كممثلة ما عندي علاقة بالتأليف، لكن يعني أكيد في كتاب حقوم أقول لهم يعني في موضوعات إحنا لاقيناها عايشناها في أثناء الحرب دي. في ناس اتخزلنا فيهم كنا متعشمين فيهم خير، وفي ناس ما كنا نتخيل منه ونلقى منه خير، أدونا الخير. يعني درس إنه الخير ده قاعد في نفس الزول. يا سلام. ففي حاجات كثيرة شديد، إنه فكرة التعاون، فكرة النفير، في مواضيع كثيرة شديد. كل زول فينا هسه كده لو قاعد مع روحه بيلقى روحه إنه هو في الحرب دي يا سلام يتعلم. يا. في الحرب دي 1 2 3 4 محتاج يراجع حساباته، محتاج تفاصيل كثيرة شديد من أسرتك لحد جارك يا لحد سلام. يعني المواضيع كثيرة شديد، كثيرة شديد. يا سلام فالكتاب والله. محتاجين لنا كتابة جادة شديد. والله يا اخي ان شاء الله انكم تكونوا ثمرة المجتمع وتضعوا لنا بصمتكم الجميله الرائعه على كافه الشعب السودان والناس اللي بتتابعكم إن شاء الله يا رب العالمين. وعلى ما اعتقد نحن والله يا عبد الله وصلنا لختام الحلقه بالسرعه دي. نحن والله ما عايزين نختم من الناس الجميلين ديل ولا الحلقه الجميله دي، لكن احنا وصلنا لختام الحلقه على امل انه نتلاقى ان شاء الله في وقت واسع يا عبد الله. والله ان شاء الله المشاهدين والله ما داير احرمكم من الزولة النجمه دي الجميله دي ولا الفنان الاجمل ده نحن، لكن حنستمتع به الليله في السهره دي وفي الحلقه دي الصادق. ان احنا خلاص وصلنا ختام الحلقه، لكن لحن الختام معاك سمعنا شنو؟ طيب حاسمعكم من كلماتي والحاني يا زاهيه. يا سلام يا زاهيه. يا زاهيه. المشاهدين بكده نكون وصلنا لختام حلقتنا الليله في ضيافه استاذه وزوله نجمه ساره راتب حمدون. تاني حدوعدكم بحلقه ثالثه لما نتلاقى معكم باكر. كونوا في امان الله.
عشقتك واحة من دنياه يا زاهية، صوتك نغمة في جوايا يا زاهية، عشقتك واحة من دنياه يا زاهية، عشقتك واحة من دنياي يا زاهية، وكل سنينك جاية يا زاهية. بذلك قالوا لي انساك يا زاهية، وحات الريت قتل لي هواك يا زاهية، بذلك قالوا لي انساك يا زاهية، وحات الريت قتل لي هواك يا زاهية، وحات الريت قتل لي هواكي، وحات الريت قتل لي هواكي، بقضي العمر كله معاك يا زاهية. بفتش ديما لرؤياك يا زاهية، ولي حرماني من لغياك يا زاهية، بفتش ديما لرؤياك يا زاهية، ولي حرماني من لغياك يا زاهية، ولي حرماني من لغياك، ولي حرماني من لغياك، بريدك انت ما لسواك يا زاهية. عليك الله تمي لي زيادة يا زاهية، بريد خديك لي وسادة يا زاهية، عليك الله تمي لي زيادة يا زاهية، بريد خديك لي وسادة يا زاهية، بريد خديك لي وسادة، بريد خديك لي وسادة، وحبك انت لي إرادة يا زاهية. صوتك نغمة في جوايا يا زاهية، عشقتك واحة من دنياه يا زاهية، صوتك نغمة في جوايا يا زاهية، عشقتك واحة من دنياه يا زاهية، عشقتك واحة من دنياي يا زاهية، وكل سنينك جاية يا زاهية. أبشر.
شكرا.